المنتخب المغربي يكسر الكاميرون ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، ويواصل المشوار نحو تحقيق الحلم الكبير، الحلم الغائب واللقب الغائب. مواجهة ما كانت سهلة أبدا، كاميرون عنيد، قوة بدنية وضغط حتى آخر دقيقة، لكن المغرب دخل بثقة، دخل بعقلية بطل. الدقيقة 26 ركنية مغربية وارتباك في الدفاع، وإبراهيم دياز يقول كلمته، هدف أول والملعب يشتعل بعد الهدف. السيطرة مغربية، هدوء، تنظيم، توازن، والكاميرون تبحث بدون خطورة حقيقية على المرمى. وفي الشوط الثاني محاولات كثيرة من الكاميرون، لكن الدفاع صامد قوي والمرمى محمي بياسين بونو. والدقيقة 74 وإسماعيل سيباري يقتل المباراة بالثاني، هدف ثاني 2-0، نظافة شباك، أداء قوي وثقة تكبر معاه كل مباراة. هذا هو المغرب الحقيقي، فريق يعرف متى يضرب ومتى يغلق المباراة ومتى يغلق المساحات. الركراكي قرأ اللقاء بذكاء والنتيجة كانت الأهم، والآن المغرب في نصف النهائي وينتظر الفائز من الجزائر ونيجيريا. الحلم مستمر والطريق ما زال طويل، لكن الأسود يمشون بثبات نحو تحقيق المجد. وفي نهاية المقطع، إذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نوصل أول 1000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.